أعزائنا المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم معنا في مستهل أولى نشراتنا الإخبارية لحزب مستقبل وطن مساء كل خميس. عناوين الأخبار: القليوبية وقياداتها الشعبية والتنفيذية يشيعون جنازة السيد محمد بدران والد رئيس حزب مستقبل وطن بمسقط رأسه. محمد بدران يفوض أشرف رشاد في اختصاصات رئيس حزب مستقبل وطن. نائب بمستقبل وطن يتقدم بمشروع قانون للهيئة البرلمانية للحزب، وذلك بعد الكثير من البحث القانوني للموافقة على رفع شعار نأخذ من الغني ونعطي الفقير. استعدادا للمحليات، نظمت أمانات شؤون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن بمحافظة السويس والبحر الأحمر وأمانة دار السلام عددا من الاجتماعات لمناقشة أهم الاستعدادات الخاصة بالمحليات. وأخيرا، حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية ينظم سلسلة من المحاضرات الدبلوماسية بإشراف أمانة إعلام المحافظة. وإلى أخبارنا اليوم: شيع المئات من أهالي قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية جثمان مصطفى بدران والد محمد مصطفى بدران رئيس حزب مستقبل وطن من مسجد التقوى بالقرية، وحضر الجنازة ومراسم الدفن كل من الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور حسني مهران عميد كلية التجارة ببنها، والدكتور عبد العظيم مهنا عميد كلية العلوم، والنائب جمال كوش وعمرو حسني أمين حزب مستقبل وطن بالقليوبية، والمهندس أشرف رشاد الأمين العام للحزب وقيادات الحزب بالمركزية وأمناء المحافظات. ومن جانبه صرح النائب أشرف رشاد الأمين العام للحزب أنه من المقرر إقامة العزاء مساء اليوم الخميس بمسجد ناصر بمنطقة الفلل ببنها بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة. يذكر أن الفقيد كان يعمل موظفا بكلية التجارة بجامعة بنها، وأحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية للمعاش. غفر الله للفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان. أعلن محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن تفويض أشرف رشاد الأمين العام للحزب في اختصاصات رئيس الحزب كاملة كقائم بالأعمال، وذلك